السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. بحبكم في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. أنا قناة منوعات الغندورة. ما تنسوش بقى تشتركوا لسه ما اشتركش، واللي مشترك وما فعلش الجرس تفعل الجرس، تعملي الكل يا ست الكل عشان يوصلك مني فيديو انا بنزله. بحبكم في الله. تنسوش بقى تحطوا لي لايك كده، اللايك اللايك اللايك، ودعوة حلوة من قلوبكم ليا. بصلاح الحال وربنا يقومني بالسلامة. ايه يا ام رهف، انت لسه ما ولدتيش؟ لا والله يا حبيبه لسه ما ولدتش، انا بولد طبيعي. انا كل يوم بولد اصلا، يعني كل يوم بولد. انا بولد طبيعي، مش قيصري. فانا مستنيه، بستنى لما اخد الشهر كله. فانا كده في الاواخر، وربنا يهون عليا يا رب في ساعه رضا، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يقومني بالسلامه يا رب، وتبقى ساعه سهله عليا. وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يرزق كل مشتاق كمان مره بالذريه الصالحه. وربنا يشفي كل مريض، ويشفي كل مريض، اللهم امين. واشوف طفلي كده معافي سليم قدام عيني، وينتعني كده بالسلامه لولادي، لولادي حبايبي. لان انا خايفه ومرعوبه زي ما انا قلت لكم كده. طبعا انا قمت كده عملت كوبايه نسكافيه لرهف، وعملت لي انا كاسه قهوه كده عشان بصوا لازم الصبح دي يعني حاجه تظبط دماغي عشان اقدر اكمل بقيه اليوم بصراحه يعني. تقولوا ادمان، القهوه عاده ادمان، النسكافيه ادمان كده يعني. فمين زي كده بحب يشرب الكوبايه النسكافيه او مج النسكافيه وكاسه قهوه او فنجان قهوة. انا مش بعمله فنجان بصراحة، انا بعمل يعني حاجة كبيرة يعني، لان البقين الصغيرين دول ما بيكفنيش. بحب القهوة جدا اصلا يعني. فانا بشرب حاجات بسيطة اليومين دول عشان موضوع الحمل وكده. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. مين اللي محطش اللايك؟ حط اللايك حبيبة قلبي انت وهي. ربنا يكبر خواطركم يا رب ويسعدكم جبرا يتعجب فيها اهل السماوات والارض. طبعا انا يعني في الوقت ده بفطر وبطبخ زي ما انتم شايفين كده. كنت صاحيه بدري، ايمن نشيطه، ده كان يوم جمعه عشان لمت ولادي. وطبعا انا كانت حماتي مدياني البطه دي اصلا، يعني قالت لي خدي بطه اطبخيها قبل ما تولدي. يعني طبعا انا ما بربيش اصلا طيور، انا بشتري جاهز كله. ما عنديش مكان وان انا اربي فيه. انا نفسي والله بصراحه يا حبايبي، بس هي شقتي بس، وطبعا ضيقه، وطبعا ما ينفعش السطوح فوق ما ينفعش حد يربي عليه وكده برضك. فانا مش بربي. انا نفسي بحب الحاجات ديت وبحب اربي وبحب يبقى عنده طيور والكلام ده، بس انا مش عارفه بصراحه يعني. فربنا يرزقني ويرزقك يا رب كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين كده. وانا يبقى لي حته كده وفيها مكان ان انا اعرف اربي وتبقى واسعه وكده يعني. فقمت بقى عملت البطايه، حشيتها طبعا، عملت بصلايه صغيره وقرن فلفل، وحطيت او شويه رز كده. ملت ايدي كفت شويه رز يعني صغيرين، غسلتهم حطيتهم كده بشويه ميه على البوتاجاز يستووا مع البصل بعد ما اتحمر، بعد ما شوحته حلو، والقرن الفلفل والبهارات بقى اللي عندك عايزه تحطيها وبصراحه مش كان في كبده ولا كده ولا قرصه يعني، ما يكون في بقطعها حتت صغيره كده واحطها في قلب الايه الحشو. وبعد كده يعني حطيت شويه ميه، قيمه ربع كوبايه ميه كده. يعني الرز ايه اداني ايه ربع تسويه كده. وبعد كده حطيته في قلب البطايه، وجبت ايه سلكات اللي هي السنان. طبعا انا عامله علبه كده نظيفه حطاها جوه في المطبخ للحاجات دي بالظبط. وبعد كده طبعا البطه كانت مفتوحه قوي، حطيت الراس زي ما انتم شايفين كده. دي الراس اللي ورا دي الراس، راس البطايه. انا بحب اكلها بصراحه. وبعد كده بقى ايه عملتها بالسلكة السنان كده وكده عشان يعني ايه ما تفضيش رز معايا. واعمل جنبها شويه بسله، وفضل ونعمه من عند ربنا، ورز بشعريه. قلت بقى اما اروق الحوض واروق الدنيا كده حواليا. بصوا بتضايق بصراحه ان انا اشوف الحوض حواليا كده في اي كركبه. صلى على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا بتعملي يا ام رهف كنت شاربه القهوه. طبعا بحب اجيب تفل القهوه كده وادعكه في ايديا. بصراحه يعني بيديني نعومه كده. انا بحب اعمل كده يعني مش كل الاوقات. بكون مزاجي رايق كده بعمل كده. بقوم جايبه التفل بتاع القهوه وما اعمله مثلا ايه في وشي كده، ادعكه في وشي كده وانا واقفه او في ايديا عادي كده.
تقول عليا مجنونة، تقول عليا هبلة، بس انا بحس ان هو بيدي نضارة اصلا يعني. بس كده. فطبعا قلت اما ايه شطب شوية المواعين ده كده والايه وال والاكل يعني مولعة عليه. طبعا انا بصوا بغسل انا الحلل بتاعتي بالصابون اللي هو الاسود ده طبعا. اللي يعني اللي زي كده عارفين. انا عندي لقمة رز تانية، كنت عاملة قبلها بيوم كبدة، وكان في رز. فطبعا انا ما بحبش ريحة الزفارة خالص خالص ولا خالص يا حبايبي. فكبيت شوية خل زي ما انتوا شايفين كده، عشان اعرف احط الكولمن برضك في مكان نضيف ومش يبقى متزفر. وحاطه له بقى ليفه كده، الليفه دي بغسل بها الكولمن، بغسل بها اللانش بوكس بتاع رهف، الازاز، الكلام دي. مش بغسل بالسلكة خالص، ما بحبش السلكة احطها في الحاجات اللي هي البلاستيكات دي بصراحة. بحب ان انا احطه كده زي ما انتوا شايفين. حطيت طبعا شوية خل الاول، وغسلت الحوض كده غسلة حلوة، عشان مش يديني ريحة زفارة خالص خالص خالص. ماشي يا حبايب قلبي. وصلت معايا لعند هنا. متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده ودعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يجبرني كده يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وان شاء الله الايام اللي جايه دي هنزل لكم بقى هدوم البيبي والطلبات اللي انا هجيبها والكلام ده كله كله كله. وانا كمان غبت عنكم ليه؟ اسالوني غبت عننا ليه يا ام رهف؟ غبت عنكم يا حبايبي غصب عني، والله العظيم بصراحه غصب عني. اعذروني. طبعا انا في اليوم ده برضو كمان هعمل لهم حاجه حلوه ترتب على قلبهم جنب الاكل ده. مش هعمل لهم الاكل ده وخلاص، عايزه حاجه حلوه كده ترتب على قلبهم. طبعا انا كنت شاريه لبن، وقلت اما افضيه كده اغليه وايه، وانا برضو بروق المطبخ. طبعا بتحسي بقى ايه براحه كده وراحه نفسيه كده لما تروقي مطبخك كده وحوضك يبقى مرتب والرخامه. يا سلام يا سيدي. طبعا كل حاجه بقى زودتها والاكل خلص معايا في يعني عشان انا قمت بدري. طبعا انا شفت الرز اللي هو الاصفر ده حشوه. بصوا كانت طعمها خيال. وده رز بشعريه، وكنت انا وريان بس اللي نتغدى، كانت رهف في الدرس. بعد ما خلصت اكل بقى وده كله حمرت البطايه. بس بصراحه يا حبيبي ما حمرتهاش بحالها، انا حمرتها قطع كده عشان انا قلت لسه هطلع في الفرن واحط البطايه ومش عارف ايه. لا هقطعها واحمرها في الزيت كده في الطاسه على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. الاكل بقى يفتح النفس كده والبسله والاكل يفتح النفس. تعالوا اتغدوا معايا. ربنا يكبر خواطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويسعد قلوبكم جميعا جميعا جميعا. وما تزعلوش بقى ان انا غبت عنكم اليومين اللي فاتوا دول، غصب عني. الباقه كانت خلصانه بصراحه. الباقه كانت خلصانه والنت كان بايظ عندي اصلا، ومش كنت عارفه ان انا اشحن او اشغل الباقه. فاما اول ما شحنت على طول وحطيت الباقه وحشتوني، وقلت ايه هرجع لكم كده بروتيناتي بكلامي معاكم، لان انتوا بتوحشوني اصلا يعني. بابا لسه منزله الفيديو كده وبتبقوا وحشيني بصراحه يعني. فبعد ما خلصت بقى كل حاجه كل حاجه كل حاجه، وخلصت غدا وخلصت المطبخ وروقت الدنيا. كتير عليا ده والله كتير عليا. طلعت بقى قلت اما ايه، اما اشد الركنيه كده وايه اعمل تحتها منها كده، والله نضيف والله نضيف. بس انا يعني ما بحبش اريح نفسي. صح كده، انا ما بحبش اريح نفسي. طبعا كنت حاطه في الجردل ده معطر وديتول كده، وقلت ايه اطوق كده. بحس كده لو لقيت ريحه ترابه كده تحت الركنيه، طبعا بتدخل من البلكونه من باب الشقه بتيجي. فزي ما انتوا شايفين كده انا يعني خليتها فل كده شمعة منورة زي ما انتوا شايفين كده. عملت النص ده وبرجع تاني اشيل الحاجة احطها هنا واعمل النص التاني. ريان بقى جايلي جايلي مضروب من جيران، من عيل ابن جارنا ضربه كده. فانا انصدمت بصراحة. بعد ده كله ما خلصت الركنية وعملت شقتي وروقتها، كانت هي الصالة بس اصلا يعني الاوض كانت نظيفة ومترتبة. طلعت بقى يا حبايبي انا عندي الاوضه دي طبعا اللي متابعني عارف ان انا حاطه فيها حاجات ليا. هي اوضه على السطح كده، حاطه فيها حاجات. وبعدين انا يعني الجو حسيت ان هو هيمطر بصراحه. مفيش غيرك يا مراف يعمل كده، مفيش غيري يا حبايبي طبعا. يعني حاجتي هتبوظ بصراحه. السنه اللي فاتت الجو مطر عليا. بصوا الحاجه كده يعني كانت مليانه ميه. فانا بقى خفت السنه دي، قلت ايه انهض نفسي بدري وعشان لما اجي اولد مش هعرف اقوم ان انا اعمل حاجه. اشتريت مفرش اللي هو البلاستيك ده طبعا اللي عارفين يعني اللي عارفين. انا جبت مفرش بلاستيك كده مشمع. وبعد كده بصراحه واحد قريب جوزي جه عمل معايا. فهو اصلا شغال في محل كده جنب البيت، فقلت له روح انت وانا هكمل. طلعت كده زي ما انتم شايفين. انا بصوا كنت حاسه ان انا هطير. ده فوق الخامس
الأوضة دي فوق يعني فوق الرابع، يعني هي ايه الخامس، الأوضة دي الخامس. فأنا طلعت كده وكنت شايلة طوب طبعا، وزي ما انتوا شايفين كده ولاد سلفتي عمالين بقى يطلعوا على السلم زي ما انتوا شايفين كده. وانا مسرعه الفيديو يا حبايبي، انا مسرعه الفيديو عشان كده تحس ان انا بجري، بس انا مش بجري، انا ماشيه على مهلي خالص. وعشان احط المفرش بقى ويجي الشتاء. كل سنه وانتم طيبين. ما يشتيش في الاوضه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه